السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريك ازاي ترفعي مقاس كرسي السفرة او ترفعي مقاس الانتريه. تمام. لو عندك المتر العادي ده اللي هو بيتفتح زي ما انتوا شايفين كده، او لو عندك المزورة اللي هي المتر ونص، هوريكي تاخدي المقاس ازاي. او لو عندك شريط او اي حاجة وقستيه ولقيتيه متر، لو انت قستي الشريط متر تقدري تاخدي المقاس بتاع الكرسي. تمام. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا قلعت الكرسي السفرة بتاعي، الفرش الجاكار اهو. والفرش الجاكار بيبقى، استنى هوريكم من جوه عامل ازاي. بيبقى عامل كده، وفي رباط من تحت اهو، رباط كده ورباط كده زي ما انتوا شايفين كده، عشان لما يتلبس هلبس معاكم دلوقتي كرسي الانتريه، عشان لا كرسي السفرة، عشان لما يتلبس تربطي ايه الرباط ده معاه. انا فكيت كرسي السفرة دلوقتي اهو، وهوريك ازاي ترفعي المقاس. بتيجي من عند اول الكرسي من تحت، من الحته الخشب دي، او لو ما عندكيش حته خشب من عند حرف الكرسي من تحت، وبتبتدي تقيسي بالمزوره بتاعتك اهي على الحرف، وبتنزلي بالكرسي كده اهو لحد المقعد بتاع الكرسي. خلاص، لحد المقعد بتاع الكرسي، وبتحطي ايديك على العلامه اللي انتي اهي. خلاص احنا خلصنا كده اهي. بتلفي نفسك كده اهو، وبعد ما بتشدي، يا رب يكون التصوير واضح اهو، بتروحي حاطه ايديك عندك على اول حرف الكرسي اهو، وتروحي سحبه المزوره، وتروحي قايسه تاني من عند اول المزوره لحد اول الكرسي من الحرف اهو. تمام. خلاص كده. وبعدين بتدوني السنتيمترات دي في ورقه، يعني من اول هنا لحد فوق. مثلا لو عمل مثلا 150 سنتي، بتكتبي 150 سنتي زائد مثلا 50 سنتي تاني. تمام. وبتيجي من عند القرصه بتاعه الكرسي، القرصه اهي. بصي القرصه اهي من اول هنا لاول هنا، مش من تحت. القرصه اهي، بتروحي حاطه على اول القرصه كده، وعلى اخر وعلى اول القرصه من الناحيه التانيه، وبتقيسي لي القرصه بتاعه الكرسي قد ايه. تمام. وبعد كده بتيجي على ارتفاع الكرسي، وبرده بتكتبي على ارتفاع الكرسي من اول هنا لهنا، وتقيسي لي الارتفاع ده قد ايه. خلاص، ارتفاع الكرسي من هنا قد ايه، مهم جدا الارتفاع ده. وبعدين بتيجي عند الكرسي من حرفه من هنا اهو، بتقيسي لي اللي هو الكرسي ده اسمه باجير، اللي هو اللي بيجي بتدويره ده. بتقيسي لي حرف الكرسي من هنا قد ايه، وبرده بتريحي ايديكي في المقاس، بتقيسيه لي من هنا قد ايه، وبتقيسيه من هنا قد ايه. تمام. بصي الحته دي برده بتقيسيها لي. خلاص، دي كل مقاسات الكرسي زي ما انا وريتها لكم اهي بمنتهى السهوله. علشان ايه؟ تبقي تكتبي لي المقاسات في ورقه. انا كده رفعت لكم مقاس كرسي السفره خلاص، علشان اوريكم ازاي بيترفع. خلاص ماشي. يبقى ده كرسي السفره. هنيجي بقى للانتريه. الانتريه ازاي بترفعي مقاسه؟ بمنتهى السهوله جدا، سهل جدا كرسي الانتريه علشان ترفعي مقاسه. بصي يا حبيبه قلبي، بتيجي، خليكم معايا. بتيجي عند، شايفه الانتريه بيبتدي من اول فوق كده لحد تحت. خلاص. انت ما بتقيسيليش الطول ده، الطول ده ما بتقيسيهوش، لان ده بيبقى على عرض القماش هنعمله 2 متر 40. خلاص. امال القياس هيبقى منين يا مدام ايمان؟ القياس، استنوا خليكم معايا، هنحط دي كده، والقياس هيبقى، يا رب الصوره تبقى واضحه. شايفين حرف الانتريه؟ طبعا انت لو عندك كرسي، لو عندك الرجل الخشب دي استبعديها خالص، مالكيش دعوه بيها، مالكيش دعوه باليد بالرجل الخشب. احنا هنقيس من اول حرف الانتريه من هنا. يبقى هيجي من اول حرف الانتريه من هنا، ترفعي بالمزوره. شايفه التدويره دي؟ هتاخديها من تحت كده اهو، وتطلعي اهي، يعني المزوره اهي هتاخديها كده اهو. شايفه؟ يا رب يكون التصوير واضح اهو، انا موضحه لكم قوي اهو. خلاص، يعني بتنزلي من اول تحت، تطلعي لحد هنا اهو كده اهو، وترفعي باليد اهو زي ما انت شايفه. يا رب التصوير يبقى واضح. وبتروحي حاطه كده المازوره كده اهو. لازم تريحي ايديكي في القياس، لازم تريحي ايديكي وانت بتقيسي، شايفه؟ وتمشي بقى كده. بصي، تمشي على الانتريه. شايفين؟ يا رب يكون التصوير واضح. تمشي على الانتريه اهو للاخر كده. بصي اهو،
وتجيبي حرف او الحته اللي انت انتهيتي من عندها، تحطي صبعك عليها وتبتدي من اولها خلاص لحد حرف الانتريه برضو اهو. وتريحي برضو ايديكي كده اهو، لازم تريحي الايد على المسند وعلى ال وعلى ال وعلى ال وعلى الشلته. ما تشيليش الشلته دي ما تشيليهاش خلاص، ما تشيليهاش، تقيسي من عليها، لان قياس الشلته ده بيبقى قياس تاني خالص. انت ممكن تعملي الشلته دي باستك او بسوسته. خلاص الشلته دي لو هتشيليها يبقى هتعمليها باستك او بسوسته. خلاص ترفعي كده زي ما انت شايفه كده، وتبتدي برضو تنزلي نفس الحركه اللي عملناها من هناك. خلاص من اليد من هناك نعملها من اليد من هنا. خلاص ده هيبقى قياس الانتريه بتاعك بمنتهى السهوله. كذلك الكرسي هتجيبيها من اول فوق لحد الاخر برضو كده. من اول فوق هنا لحد الاخر لا، لحد من هنا لهنا. خلاص برضو لو انت حطيتي فرش منطور، يعني الفرش اللي هو بيبقى منطور ده برضو لو حطيتيه برضو بيبقى نفس المنظر برضو. بتقيسي الطول كده اهو، الطول كده، وملكيش دعوه بده وبده، لان ده وده بيبقى الاتنين متر 40. ده وده بيبقى الاتنين متر 40 اللي هو عرض القماش. خلاص ملناش دعوه بيه. تمام يا حبيبتي؟ يبقى انا وريتك برضو بالمتر ممكن نقيس بمنتهى السهوله. خلاص يا رب يكون التصوير واضح والشرح واضح، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله. بص يا ست الكل، بص يا ست الكل، لو انتي الكرسي بتاعك فيه العلامات دي زي حالات الكرسي بتاعي كده، شايفين؟ كنت قلت لكم قبل كده لما باجي احطه على اي حيطه ابص الاقي الحيطه تسود من هنا والكرسي يكحت في الحيطه. لو كنت بقى مثلا عندنا ضيوف وجايه مثلا اقعد حطيت الكرسي مثلا على جنب نيش او اي حاجه، ابص الاقي الخشب ده يكحت لي في النيش او في اي حته. حبيت ان انا مثلا اوديه عند نجار واعمل له مثلا زي ظهر كابوتونيه وكده، لقيته مكلف عليا او هيكلفني. خلاص الكرسي جه عليه وقت طويل وابتدى يفحر كده، خلاص وابتدى يحصل له الحاجات دي. خلاص الكسوه الجكار دي هتقضي لك على كل الكلام ده. وكمان ممكن لو انت اللون بتاع اللون الانتريه ده مش عاجبك، او لون الكرسي ده مش عاجبك، الكفر دوت حلو قوي ومناسب لجميع انواع الكراسي والالوان اللي انت عايزاها. طبعا اللي عايزه تسالني تقول لي الوانات الجكار عندك ايه، بعمل لها ببعت لها كل الصور المتاحه الالوانات الجكار المتاحه حاليا. علشان جبتوا لي انتوا فيديوهات من السنه اللي فاتت قلتوا لي في جكار مستردة، قلت لكم المستردة مش نازل خالص السنه دي، ما نزلش خالص السنه دي، نزل منه الوانات حلوه قوي الجكار، معدله وخامه معدله عن السنه اللي فاتت. فما تعملوش سبوت على اللون، غيره يعني، لو اللي مش موجود نعمل حاجه غيره. ممكن كمان نعمله فرو رابت، يعني ممكن نعمل برضو كفر الكرسي فرو رابت، بس المناسب واللي سعره على قد الايد الكفر الجكار ده. ماشي؟ هوريكم طريقه تلبيسه سهله جدا، وهو زي ما انا قلت لكم في رباطين من تحت كده انا بعمله. وبصوا حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا يا جماعه اهو، بتمسكي الكرسي من اوله لاخره. انا طبعا عاملاه ضيق علشان ايه؟ يمط مع يبقى محبوك على الكرسي اللي انا عاملاه. بصوا بمنتهى السهوله اهو، ومش متعب على فكره، ومريح جدا، وصيف شتاء على فكره، ما تقولوش ان هو بيحرر في الصيف. احنا برضو ممكن نعمل منه نعمل قطيفه هايزي او قطيفه همر، بس الفرو ده او الجكار بياخد شكل الكرسي عن اي خامه تانية، وقيم وبيدي الكرسي يعني شكل حلو. يعني بصوا بمنتهى السهوله اهو، شايفين؟ وحاجه حلوه قوي يا جماعه، وبياخد شكل الكرسي وكله تبع مقاساتك. لو انا مثلا عملت الواحده الكرسي واسع، او مثلا خدت مني حاجه واسعه، ممكن بمنتهى السهوله هي تعدل الكرسي بتاعها. يعني انت بمنتهى السهوله تعدلي الكرسي بتاعك لو انت مثلا خدتيه واسع سنه ولا حاجه. بمشيئه الرحمن هعمل لكم القماش مبحبح لو عملته، بحيث ان لو خدتيه
تعرفي تعدليه. بصوا الظهر بتاعه عامل ازاي اهو ما شاء الله. هو فيه بقى زي كنت قلت لكم الرباط اللي انا بعمله ده اهو، وده رباط تاني اهو. بصوا يعني اللي مش حابه كراسي سفرتها ما ترميش كراسي السفره بتاعتك. اللي مش حابه سفرتها انت ممكن تغيري في السفره بتاعتك. تمام. يعني هو ما شاء الله بياخد شكل الكراسي. ولو انت برضو عندك كرسي قماش بياخد شكله. بصوا الكرسي اتغير 360 درجة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الكرسي اتغير 360 درجة زي ما انتوا شايفين كده. بقى الكرسي شكله عامل ازاي. وانا في اول الفيديو برضو وريت لكم ازاي ترفعوا المقاسات. خلاص. ودلوقتي هوريكم، ودلوقتي وريتكم ازاي تلبسيه بمنتهى